فيديو النهارده بيتكلم عن الفنان امير كرارة. وات ذا فاك. ايه ده، انتوا مستنيين اكمل العبث ده؟ طيب ماشي. يا ساتر يا نهار. هتصدقوني لو قلت لكم ان امير كرارة يا جدعان دخل على اكونت الفيك وعرض عليا ان انا بس في فيلم جديد، ومش بس كده لا، ده انا اقنعته بموهبتي كمان. على العموم بلاش رغي كتير، ارزع على اللايك الجامد للفيديو ده عشان ليه جزء تاني، عشان الفيديو في الاصل كبير، والجزء التاني هينزل اول ما الفيديو ده يوصل ل 5000 لايك على اليوتيوب. فروح تابعني على حساباتي على السوشيال ميديا، ويلا بينا نبدا الفيديو. ثابت وانا كلام كل الناس. لو ما رديتيش عليا هموت نفسي. لا وحياة امك ردي عليا ما تكبرهاش، بقول لك هموت نفسي. طيب بعد اذنك انت ناشطه، لو ما رديتيش هموت نفسي. معاك 6 ثواني. في ايه؟ في حاجه؟ انا هموت نفسي. يا خرابي. سلام، بس ذنبي في خيدك. يا نجلس هو عليك ابن انت صدقتي ان انا هموت نفسي يا لما؟ خلاص والله انا اسف، ممكن تسامحيني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكي النجم المصري أمين كرارة. أمين مين يا عينيا؟ أمير كرارة عفوا. أنت بجد أمير كرارة؟ والله يا حياتي، ما تستغبريش إني بكلمك، أنا عموما طيب أوي ومتواضع. متواضع إيه بس، ده أنت أبو التواضع. ربنا يعزك يا رب العالمين. خير يا فنان، داخل تكلمني؟ والله يا حياتي انا بدور على ممثله في الفيلم الجديد. ايه ده بجد؟ انت عايزني امثل معاك في الفيلم الجديد بتاعك؟ لا ثانيه واحده، انت بتقولي كلام انا ما قلتوش. انا لازم اعمل لك اختيار تمثيل. بس انا مش بعرف امثل. وانت ايش عرقك؟ لا هو انا مش بعرق. لا قصدي عرفك بالفهم، بس انا بكتبه بسرعه. ما هو اكيد هعرف اني مش بعرف امثل يا فنان، ما هو انا عمري ما مثلت. مفيش حد مش بيعرف يمثل يا مدام. انسه من فضلك. احلى واجمل. تسمعني التمثيل الاحترافي؟ لا ما سمعتش عنه، يطلع ايه ده؟ تمثيل مع نجوم محترفين. سهلة يا فنان ما تتعبش نفسك، انا مش بعرف امثل والله. انت اسمك ايه؟ داليدا. تعرف يا استاذه، اعتبري تعارف. اسمك يعني مش مشكله تقول ليا. انت مش واثقه فيا في اولها كده؟ خلاص براحتك. استهدى بالله فنان، انا قلت لك اسمي. اسمك ايه؟ داليدا. اسف ليك يا استاذه، شكلك لسه مش واقفه فيا. واقفه فيك ايه يا فنان؟ انا اسمي داليدا. اسمك داليدا؟ اسمي داليدا. انت اسمك بتكتبيه وبتحطي بعديه علامة استفهام؟ انت قليل الادب، قليل الادب وعايز تتضرب. بعد اذنك ما تتريقش على اسمي، انا ممكن اتريق واعلش على اسمك عادي. ازاي؟ وريني. انت بتزنقني يعني عشان اسمك صعب؟ والله يا ناس انا بحب الهزار. وانا ما بحبوش يا فنان، وعلى فكره انا ما اعرفكش عشان تهزر معايا. خلاص انا هنسحب دلوقتي من المحادثه عشان شكلك زعلتي. في مليون كراره. عيني يا عيني ده ياسني، كان ياسني يا حبيبي. دخلت عليا والله، وبتقولي لي مش بعرف امثل، ده انت مصيبه. لا يا فنان انا بجد مش بعرف امثل. سوري كتبتها غلط، امثل. لا ولا يهمك، بس برضو كلنا بنعرف نمثل. ده ازاي؟ كلنا بنعرف نمثل. انا مثلا لما امبارح اتحطيت في موقف مع مراتي وكانت هتقفشني، فعملت نفسي اني تعبان والموضوع عدى. What the fuck are you talking about? انت ليه بتتعامل مع نفسك يا فنان انك مش بتعرف تمثل؟ ولا ده تواضع بقى وكده؟ يا لئيم انت لئيم، مش كده؟ لا بجد والله. يعني مفيش حد بيمثل. انت عمرك ما ضحكت على مامتك ورحت انت مع زميلك مثلا؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا اسف جدا والله، بس ده سؤال عابر. ما تسالش يا فنان بعد اذنك، ويا ريت تخلي الكلام على الشغل بس لو سمحت. خلاص ماشي، انا بسفلك. بسفعلك. بقولك اني اسف يعني. واضح اعتذارك مقبول يا فنان يا كبير يا مافيا. ده احمد عز حبيبي. احمد عز ماله؟ اللي عمل مافيا. احمد عز اللي كان عامل فيلم مافيا؟ هو. يا فنان انت مش مثقف فنيا خالص، ده الفنان احمد رزق. انا كنت بتخبرك. مش كده برضو؟ شاطرة، هنروح للاختبار التاني. اوف انا متوترة قوي. ما تقلقيش، سؤال سهل. ربنا يستر. هو الامتحان فيه امتحان واحد بس، واخد بالك؟ يوم ما تقف قدام ربنا سبحانه وتعالى، هو ده الامتحان العظيم. بتمارس عقل. جاوبي بسرعه. ايه ده يا فنان، انت بتستدرجني؟ انت بجد مش محترم، انا هعملك بلوك. انا اسف يا ليه، ده بعتلك بالغلط. والله ما ايدي اللي بعتت الكلام الوسخ ده. اكيد مش ايدك، ده اكيد والله انت مسخره. والله انت اللي ابن ايه ده؟ عيب يا ليه ده. اسفه بالغلط، كنت ببعتها لواحد متحرش. حصل خير، ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. انت كام سنه؟ 13.
بتكلم بجد والله. لا لو بجد 13 سنه و26 يوم. انت عندك 13 سنه بجد؟ اه يا فنان. ازاي جسمك كبير؟ ما هو دي جينات بقى. تعرف اشرف اللي في المسلسل الكبير؟ اه هو ده ابوكي؟ لا انا بس كنت عاوزه اقولك اني بحبه عادي. انتوا بيدلعوكي بيقولوا ليكي ايه؟ اسمي ليه ده صعب عليا وبيلخبط ليه؟ ده حتى اسمي سينمائي. لا انا هطلع لك اسم ليكي. قول. ممكن اسميكي هند رستم. احا يعني هند رستم ده اسهل من دليده؟ لا ما انا هدلعك بهند. يخرب بيتك انت شايفني حاجه كبيره كده لدرجه انك تخليني على اسم دوله؟ انا مش شايفك انت بس اللي كبيره، انت في حاجات فيكي كبيره قوي. انا هموت واعرف ازاي انت 13 سنه. انا هتجنن يا عم. وفيها ايه؟ انت كام سنه؟ 57 سنه. ازاي ده في جوجل باين انك 45. انا فعلا 45 سنه. المهم سيبك انت ايه رايك في ادوار الاغراء؟ ده كلام كبير قوي. انا ما بحبش ادخل في مواضيع اكبر من دماغي. انا يعني انسان تافه واخد بالك، فما تحمليش اكتر من كده. بحبها فشخ. بجد والله؟ اه والله. بتتفرجي على مين؟ انا عاشقه البوكسرات الفنان رمضان حريقه. ده انا ايوه انا رمضان. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. يا اولادي الذين. نهار اسود. مين رمضان حريقه ده؟ بجد ما تعرفوش؟ لا ما اعرفوش. مين ده؟ سيبك منه. انا بتكلم عن ممثلات ستات. صعبة خلاص. لو ستات انا بحب فشخ الفنان محمد لطفي في عيال حبيبه. كان عليه لفه طرحه. اوف يا فنان. هو كده انا مش بهزر يا هند. هند مين؟ انا هند. ما تخليني ديدا يا عم. سالي ولا الزوز؟ دوده ازاي؟ المهم يعني اسم الفيلم بتاعك الجديد. فيلم انا؟ اللي هتخليني امثل معاك فيه. ماشي. الفيلم اسمه اختصار. وانا دوري ايه؟ هختفي. بس انا لسه صغيره الدور مش هيليق عليا. لا استني. الفيلم ممكن نخليك كثير المختلف. الله. تحس ان الاسم غامض قوي. ايه رايك اقولك على حاجه نعملها في الفيلم ده؟ قوي. ممكن في اول الفيلم تكون انت شغال في كباريه بادي جارد بقالك 18 سنه، بعد ما كالعاده كنت ضابط شرطه. يحصل لك فلاش باك وانت قاعد على البار وماسك الكاس وعمال تشرب وتسكر وتفتكر اصعب يوم في حياتك. في باك جراوند لصوت الفنان حسن عبد الوهاب على اغنيه انا ليه طيب كده. بيرجع بيك الزمن وانت راجع من المأمورية وجايب هدايا لطفلتك اللي بقالها شهرين مولودة وانت بقالك اسبوع ما شفتهاش. على صوت فتحك لباب الشقة تلاقي بنتك مرمية على الارض وعمالة تعيط. تدخل تاخدها في حضنك وتخش اوضتك تلاقي مراتك مع راجل غريب. قولي لي يا خاينة ليه الشيطان وزي وبكتبه كان عقلي بكلمتين. تطلع بسرعة وتحط بنتك على الكنبة في عياط دائم منها وتسحب مسدسك وتدخل جوه تلاقي الراجل اللي مراتك بتخونك معاه. اهلا وسهلا مجدي بيه. تمسك مسدسك وتضربه 42 طلقة لغاية ما تخليه شبه المصفى. قولي لي يا خاينة ليه الشيطان وزي وبكتبه كان عقلي بكلمتين. وتلف وشك وبتقولي اللي بعده عشان تقتل مراتك تلاقي مراتك نزلت عليك بشومة. لحظة يا أستاذ. لحظة يا أستاذ. لحظة يا أستاذ. ولا بلاش عشان ده هيخليك ممكن تموت والفيلم يخلص. نايس. ممكن تلف وتلاقي مراتك بتقولك مرة واحد اسمه سامح قطعوله ودانه وما بقاش سامح حاجة. بيس يا مان بيس. فتفقد الوعي. قلبي دخلناش هو نبضه بقى 30. تصحى تلاقي نفسك في الاسم متهم بقضية قتل ومراتك تشهد عليك انها دخلت لقيتك ماسك الراجل ده وعمال تضربه بالنار. هنا يا بنتي. تتحبس 18 سنة وتطلع ما تلاقيش غير شغلانة الكباريه. وكعادة اي فيلم صاحب الكباريه ده يكون راجل شمال وانت رايح له راسك من الحياة بزاوية 45 درجة. ويمر الوقت وانت بتدور على بنتك ومراتك او اللي كانت مراتك لانها خلعتك وانت في السجن. يا فجرة. تلاقي بنت جديدة اسمها لواحظ عندها نفس حسن الفنان احمد السقا بس فوق شفتها. تحاول تجيب كلام مع لواحظ بس هي تصدك وتقولك انا لولا ان ابويا وامي ميتين ما كنتش نزلت اشتغل هنا. والله تأثرت ليك لحظة ابكي. هي لواحظ دي بنته. ما تحرقش الكسر يا فنان. خلاص كملي بقى. ما يعجبكش الكلام ده وتقول لها المقدم محمد البس ما يتقالوش الكلام ده يا بت. في محاولة انك تمسكها وتتهجم عليها هي تشيل ايدك مع الحركة اللي هي بتاعت شاهة الملوخية بتقول ليك مقدم مين يا عينيا انت نسيت نفسك انت مش حاجة غير محمد البس. فتبص لك من تحت لفوق وتقول لك يلا بس من هنا بقى. فتفقد الوعي تاني. انا زهقت. تفتح عينك تلاقي لواحظ قدامك بتقولك انا اسفة ما ينفعش كنت اقول لك كده. تقول لها حصل غير تقطعك وتقولك بسم الله ما شاء الله شكلك بقيت احسن.
فتقوم بسبب حس الدعابة عندها تخسرها، تقطع كل حتة فيها، وبعد ما تخلص تقول لها انا ما كنتش عايزة اعمل كده، فتقول لك انت ندمان؟ يرد عليها يقول لها اه ندمان. تقول له خد بقى انا بنتك. مفاجأة فوزي، مفاجأة. يكدبها ويقول لها انت بتقولي ايه؟ تقول له انا بنتك ليلى. يقول لها ايه اللي يثبت؟ توريه شهادة ميلادها اللي كانت معمولة ليها من 18 سنة واتغيرت. فيقول لها انت ليه ما قلتليش؟ ترد عليه وعينيها بترغرغ من الدموع وتقول له اصل حبيت الموضوع قوي. اهلا وسهلا. ايه ده حرام عليكي، انا بعيط، دي قفله بجد حرام. لا مؤاخذه يا فنان، انا كنت عاوزه احط التاتش بتاعي. خلاص طيب، بس لو سمحت يعني انت بتسحليني في كلام مش عايزه اتكلمه فيه، خلينا في صلب الموضوع، ركزي معايا. كل اذان صاغيه. هتمثلي معايا بس بشرط. ايه هو؟ مش انا اللي حاطه، المخرج هو اللي عاوزه افهمك اننا عادي بنطلب الحاجات ديت للشغل يعني، فيا ريت ما تفهميش غلط. يا فنان انا مقدره، وعلى فكره انا صغيره في السن بس جامده في التفكير يعني وفي الجسم. عسل يخرب بيتك. قولي بقى المخرج عاوز ايه؟ هو قال لي لازم اللي تمثل معاك اشوفها، فعاوز صور ليكي بس كده يا فنان. انت تؤمر. ادخل على الصفحه عندي هتلاقي صور. لا انت فهمتيني غلط، انا عاوز صور ليا مخصوص. انت اللي عاوز؟ لا المخرج. انت لسه فيك العاده الوسخه دي. صور خاصه يعني ايه؟ انا مش فاهمه. صور لجسمك ليه ده؟ اخلص بس ليه؟ عشان هو عاوز يجهز لك لبس الشخصيه، ما تقلقيش ابعتي بس. انا ما عنديش مانع ابعت، بس اتاكد ازاي انك الاستاذ امير كرارة. والله انا امير كرارة، ابعتي. خلاص. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ لا تعالى كلمني فيديو كول. مكالمه يعني كاميرا صح؟ لا انا قاعد مع مراتي مش هينفع. يا فنان ما دي مكالمة شغل، ولو طلعت امير كرارة فعلا قولي بقى الحاجات اللي انت عاوزني اعملها لك في المكالمة بالمرة، عشان مش بعرف اصور جسمي. خلاص شكلك مش مصدقاني، وعدم الثقة ده يدل على انتهاء العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لايك. طيب ردي السلام. طيب يا ليه ده؟ هتحاسب عليه. رديته في سري. والله يا عسل قوي، انا ارتحت لك قوي. طيب لا مؤاخذة يعني، ليه زعلانة؟ وانت مال مامتك؟ ايه؟ وانت مال امك؟ اوعي تكوني زعلانة مني، والله عيب. ايوه ما انت شكلك مش الفنان امير كرارة. طب خلي بالك انا ما عنديش مانع خالص اكلمك لو مش انت هو، بس ما تكملش في الكذب. ما هو انت هتزلعي. لا مش هزعل، بس قولي بقى انت مين؟ انا امير. تاني معلش. لا مش امير كرارة، انا اسمي امير خلف العتموني، عندي محل فراخ في الطلبية، وعلى فكرة انا شبه امير كرارة على فكرة، بس انا اسمراني شوية. اجنبي اهو قمر 14 اهو، اجنبي اهو اجنبي اهو اجنبي اهو قمر 14 اهو، عمره ما بيزعل حتى اجنبي عمره ما بيخاصم. حلو ولا وحش ها؟ الحقيقة